يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تبصروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. ولقد حثنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم على حسن اختيار الزوج وعلى حسن اختيار الزوجة، فقال في اختيار الزوج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أما عن اختيار الزوجة فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. ومصداقا لقوله تعالى وتصديقا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: جئنا لعبد هذا القرآن المبارك ندعو الله عز وجل أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. إن استغفرت الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأطلب منك زواج موكلتك بنتك الآنسة ريناد أسعد المدبولي لنفسي البنت البكر المكلفة الرشيدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى فيما بيننا عاجله وآجله. اللهم صل. إن استغفرت الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وزوجتك موكلتي بنتي الآنسة ريناد أسعد المدبولي لنفسي البنت البكر المكلفة الرشيدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى فيما بيننا عاجله وآجله. قل يا جمال: إن استغفرت الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وقبلت منك زواج موكلتك بنتك الآنسة ريناد أسعد المدبولي لنفسي البنت البكر المكلفة الرشيدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى فيما بيننا عاجله وآجله. اشهدوا الحاضرين على ذلك والله على ما نقول وكيل وشهيد لكم. سمعنا زغروطة بقى. زغروطة يا جدعان.